انا النهارده عايزه اوريكم الشقه. فانا ده بره الكوريدور للشقه. الشقه دي انا بجد تعبت قوي ومريت خلال حاجات كتير قوي لحد ما عرفت اوصل لها، ولحد اساسا ما لقيتها. وكنت مأجره شقه تانية وحصل لي فيها مشاكل، قعدت فيها 10 ايام بس وسبتها عشان كان فيها مشكله حشرات وكده. بس فالشقه دي بجد انا تعبت عشان الاقيها. ف... والعقد بتاعها لمده سنه. هي حوالي 40 دقيقه، حوالي ساعة. نقول ساعة وعشر دقايق من الجامعة بتاعتي. فدي أحسن حاجة لقيتها وأقرب حاجة. فإن شاء الله الشقة تعجبكم يعني. أنا لسه ما ظبطتش فيها أي حاجة خالص، دي زي ما أنا استلمتها، بس أنا نضفت الحاجات بس اللي أنا بستخدمها. بس هي الشقة لسه عايزة تتنضف قوي، فيعني معلش بقى. انا مش عارفه لو انتوا عارفين، بس هي كوريا نظام ان انتوا بتكتبوا رقم، مش اللي هي مفتاح. بس انا هكتب رقم وبعد كده ندخل. بعد ما بكتب الرقم بنزل دي وهي بتفتح. بسم الله. دي الزباله، معلش. وده جيركن التكييف، برضه حاجه غريبه جدا عمري ما شفتها قبل كده، بس تمام يعني. ودي الزباله، فمعلش. برضو حاجة تانية في النظام الكوري ان انتوا لازم تقلعوا الجزم قبل ما تدخلوا الشقة. بس زي ما انتوا شايفين اساسا هي مش متنضفة، فبغض النظر يعني. بس انا نضفت الحتة اللي هنا دي بس. بعد كده اول حاجة بتدخلوا بتلاقوا الجزمة اهي، برضو محتاجة تنضف جدا زي ما انتوا شايفين. بس بعد كده بتلاقوا مراية. هاي. فانا معجبة بان في مراية. ودي حاجتي اللي انا بستخدمها استخدام يومي، قلت يعني دي تبقى كده حاجات اللي هي اقدر اوصلها بسرعة. دي مخبية الكهرباء، بس انا مش عارفه دي هي اساسا كانت في الشقه ولا ايه. انا هوريكم الشقه كلها مره واحده وبعد كده نتفرج على حاجه حاجه، علشان انتوا اكيد عايزين تبصوا على الشقه كلها. فانا يعني هنا اهو. بعد كده هي دي الشقه. طبعا السبب الرئيسي ان انا جايباها هو طبعا الشباك ده. فيلا بينا بقى نروح واحده واحده. اول ما ندخل كده زي ما انتوا شايفين ده المطبخ، فبما اننا دخلنا عليه هوريهولكم. زي ما انتوا شايفين برضو المطبخ مش نضيف خالص، وحتى برضو من جوه مش نضيف. يعني بصوا المنظر. هي حاجه وحشه، بس انا بصور لكم ده عشان اوريكم ايه اللي ممكن يحصل. تمام. وده الشفاط. وده ده الرف اللي عنده الشفاط. هو رخم شويه الشفاط، ما بيطلعش بسهوله قوي بس يعني بيطلع. بوتاجاز كهرباء مش غاز. والحوض لطيف. وغساله. ودي التلاجة. زي ما انتوا شايفين او هتشوفوا لسه في بقيه الاوضه كلها. البنت اللي كانت قاعده قبلي او ايا يكن الولد بيحب يلزق حاجات كتير قوي. فدي مشكله كبيره قوي بالنسبه لي. فانا هشيل الحاجات ديت، فيعني ايه، اعتبروا ان انتوا مش شايفينها دلوقتي. دي التلاجة. انا دي بواقي الاكل بتاعتي وفاكهه وميه وكده. والفريزر تحت، وفي برضو مكان تخزين فوق، فدي حاجه كويسه. ده الفريزر عباره عن ادراج. وبعد كده ده المطبخ. يعني ده هزود الانجل. ده المطبخ. بعد كده ندخل يمين نلاقي الحمام. الحمام مش متنضف، فمعلش بقى. مع ان المفروض ان الحاجات ديت احنا بنستلمها متنضفه المفروض يعني. بس بغض النظر المواضيع في السوق مختلفه عن في جيجو. آه الحمام فيه حاجه لطيفه ان هو الدش مفصول. دايما كان بيبقى الدش بيبقى مربوط بالحنفيه ديت، فبيبقى كله بيبل بعضه. وده انا برضو هاي زي ما انتوا شايفين. الحاجات الملزوقه دي برضو انا هشيلها. انا نضفت دي عشان كده هتبقوا شايفين الريفلكشن بتاعي فيها. نضفتها هي وبتاعه الفوطه وبتاعه المناديل علشان اعرف امسكهم. بس ده طبعا لسه كل الكلام ده عايز يتنضف، والدش طبعا والارض مش نظيفه خالص. فيعني بغض النظر، بس انا قلت اوريكم يعني. ودي اللذيذ فيها ده مكان تساعدني بلبس الشبشب. ده مكان تخزين اهي. البتاعه دي مكسوره بس بغض النظر برضه. انا هقعد اقول بغض النظر على حاجات كتير، وفي ديت برضه. بس برضه زي ما انتم شايفين الحيطه عايزه تتنضف خالص، كل حاجه عايزه تتنضف. فيعني عايزه لها بقى حوار، بس بغض النظر. بعد كده بقى اول ما تخرجوا من الحمام، انا نسيت اقول لكم حاجه. انا لقيت الشفاط بايظ فانا كلمتهم عشان الشفاط، وانا كنت متفقه مع انهم لازم ينضفوا دي عشان زي ما انتم شايفين مش نظيفه خالص. بصوا عامله ازاي. وما نضفوهاش، وانا كلمته تاني اللي هو الراجل اللي جاب الشقه يعني. والحمام بجد في حاله مش كويسه، بس يعني تمام. ايه تاني. اول بقى ما بتطلعوا، وطبعا الفيو هو السبب الرئيسي ان انا
مضحيه بكل الكلام ده التنظيف والكلام دوت. برضو زي ما انتم شايفين اللي قبلي برضو لازق الكلام ده كله ملزوق، فانا مش عاجبني فهشيله ان شاء الله، بس مش عارفه هطلع ازاي الكلام ده. دي حاجتي، دي غابه صغيره، وده فانوس فيه شمع أم، بعدها بقى لو بصيتوا كده هتلاقي الجزء التاني من الشقه. هي الشقه صغيره جدا زي ما انتم شايفين، بس هي النظام اللي هو يبقى فيه دور تاني فيه عليه السرير يعني عليه. برضو لو بصيتوا هنا هتلاقوا ان الادراج برضو عليها حاجات ملزقه. انا عايزه اقول لكم ان ده تقريبا هو تقريبا كانوا كلهم كده. انا نضفت الثلاثه دولت عشان اعرف احط فيهم حاجات، فعشان كده هتلاقوا ان هم نضاف. لكن زي ما انتم شايفين ده المنظر. وبرضو لو بصيتوا هنا هتلاقوا اماكن تلزيق حاجات فيعني تمام. الكرسي ده كان موجود في الدولاب فانا خرجته، والترابيزه دي كانت موجوده هنا فانا حركت الترابيزه ونضفت الحته ديت وحطيت الترابيزه ديت هنا علشان بس اعرف اتحرك براحتي واقعد وكده. بعد كده لما تدخلوا هنا بقى ده المكتب. طبعا كل حاجه مش منظمه خالص، طبعا لازق في كل حته، بس لازق في كل حته. والمكان ده محتاج ستاره لان مفيش برايفسي، لان بصوا انا قريبه قوي من اللي قدامي، فبسهوله ممكن يبقى مفيش اي خصوصيه. ودي الطرقه اللي بيمشوا بينها من الشقق، فانا محتاجه ان انا اقفل الشباك دوت او على الاقل يبقى فيه ستاره. لكن هو شباك وبصوا يعني ده قافل عليه فانا مش عارفه هجيب له ستاره ازاي، فبفكر ان هي تبقى ستاره قصيره. وبعد كده فوق هوريكم لما نطلع فوق ان برضو في جزء من الشباك. ده مكتب ما فيهوش اي مكان للتخزين، فانا بفكر ان انا اجيب حاجه للتخزين. لو مش كده هكتفي بالحته دي بس. طبعا كل الكلام ده برضو اللي قبلي كان هو اللي ملزقه او هي ملزقاه، مش عارفه بصراحه. بس بكده لو لفينا كده نلاقي الدولاب. انا مش عارفه انا بنهج ليه بس تمام يعني. ده الدولاب. طبعا دي شنطي، ده كانت هي معلقاه بس لونه وحش قوي فشلته هجيب واحد تاني ده هرميه يعني ان شاء الله. بس و في برضو الجزء ده برضو زي ما انتم شايفين الدولاب مش نضيف خالص فمحتاج يتنضف. بس انا مفتقده ان يكون في مرايه طويله، بس يعني مش عارفه لو ده هيحصل عشان كده البادجت هتخرب مني خالص. لطيف برضو في حاجه تانية، ان السلالم دي كلها اماكن تخزين. هنا دي حاجات النظافة انا حطيتها بس علشان مؤقتا كده، بس دي غالبا هستخدمها للهدوم. وفي يعني كل الادراج دي 1 2 3 4 5، فدي حاجة لطيفة. نطلع مع بعض بس بعد كده لو طلعنا كده هنلاقي ده المكان اللي انا بنام فيه. معلش ما لحقتش اوضب السرير. برضو زي ما انتم شايفين لازق في كل حتة في كل حتة. في تحفة فنية اسمه ايه، على السقف. بس انا بفكر اسيبها عادي يعني شكلها مش وحش. بس لازم بقى هشيل الكلام دوت كله برضو وانضفه، فمش عارفه بصراحه. وبرضو بصوا ملزقه هنا حاجات، ملزقه كميه حاجات مش طبيعيه في كل حته في الشقه. هي ديت حته الشباك اللي انا بقول لكم عليها، فانا عايزه برضو تبقى ستاره قصيره اغطي بيها المنطقه دي علشان برضو البرايفسي، يعني الناس تبقى مش شايفاني وانا نايمه، عشان الناس هتبقى شايفاني وانا نايمه. بس هوريكم المنظر من فوق. هو ده المنظر من فوق، فهو لطيف بس المطبخ دوت اصغر بكتير من الشقه اللي انا كنت فيها قبل كده. مفيش مكان للتقطيع وكده، فبفكر استخدم الترابيزه ديت للتقطيع. ولازم اجيب كرسي زي ما انتم شايفين مفيش كرسي. وفي هنا اسمها ايه، ستاره، هوريها لكم ثواني. انا مولعه شمع في كل حته عشان بحس ان الشمع بيحسن طاقه المكان، فبغير الطاقه اللي كانت موجوده في المكان اللي هي طاقه الحد اللي قبلي يعني. ودي بصوا ده كيوت قوي برضه في اللي هو الستاره ديت بتنزل كده، اللي هي بتنزل كده دي، بس هي بتنزل لحد السلمه دي بس، وبعد كده بتقعد بقى يبقى شكلها غريب كده لما بتنزل. فيعني في شويه حاجات مضايقاني بس مش حاجات كبيره. بما ان مفيش كرسي دلوقتي فانا هستخدم هستخدم السلم دوت على انه كرسي. زي ما انتم شايفين هي الشقه صغيره قوي، بس انا مش حاسه قوي ان هي صغيره علشان السقف عالي. دي 13 متر وشويه، صغيره جدا يعني حرفيا اصغر من اوضه واحده عندنا في الشقق في مصر. لكن اغلبيه الوقت بتبقى شقق كده، وخاصه ان ده في سول
فالشقق صعب قوي ان انتوا تلاقوها، وخاصة كمان لو انتوا عايزينها تبقى على حسب ذوقكم. انا قدرت اوصل للشقة دي من خلال ابلكيشن اسمه ذا بانك. في ابلكيشنز كتير قوي، بس انا يعني كان في كده زي فيسبوك بيج دي كان عليها الناس بتقعد تنزل شقق والكلام دوت، وانا دورت من خلال الفيسبوك بيج ديت، وهي اللي وصلتني بالشقه اللي قبلها اللي انا كنت قاعده فيها، اللي انا مشيت وسبتها ديت. لكن ديت انا وصلت لها من خلال الابلكيشن وجيت شفتها وكده، وهي كانت يعني كانت حاجه كويسه الحمد لله ان هي كانت شبه الصوره اللي موجوده، لان انا كنت رحت كذا مره لاماكن وما كانتش شبه حتى الصوره اللي موجوده. سبب اساسي من الاسباب اللي انا اخترت الشقه دي علشان انا بتخنق بسرعه جدا، فانا مش فارق معايا قوي المساحه، لكن فارق معايا ان يكون المكان بيدخل فيه شمس وبيدخل فيه هواء. فهي بيدخل فيها شمس قويه قوي، بس دلوقتي الدنيا مغيمه، ممكن اول ما ابتديت اصور كان فيه الشمس كانت داخله. لكن فيها مشكله كبيره ان هي على الشارع زي ما انتم شايفين، ف دوشه جدا. يعني انا هفتح الشباك اوريكم دلوقتي. بصوا الصوت ده كده ربنا هديهم علشان الدنيا زحمه دلوقتي، الصوت عالي جدا. فانا بقى لما ببقى فاتحه الشباك لازم بحس ان انا عايزه ازعق او عايزه اعلي كل حاجه عشان اسمع. فالحمد لله على الاقل ان ده اسمه ايه ده بيكتب الصوت فانا بعرف اسمع يعني. انا ان شاء الله اكيد باذن الله هصور لكم بعد ما اعمل لها organization، وبعد مثلا ما اروح اجيب عشان انا محتاجه اجيب كرسي زي ما انتم شايفين، وكمان محتاجه ان انا اجيب منظفات والكلام دوت عشان اشيل كل الستيكرز اللي موجوده والحاجات ديت، علشان نفسيتي تتحسن واحس ان المكان بتاعي. انا باخد فتره لحد ما احس ان المكان بتاعي، فببقى حاسه بشعور غريب، فواحده واحده كده لما هنضفه هيبقى الموضوع احسن يعني. بس ف لو انتوا حابين تعرفوا بالتفصيل انا ازاي قدرت اوصل للشقه ديت، قولوا لي بليز وانا اعمل لكم فيديو عن حاجه زي كده بالتفصيل. ولو عايزين تشوفوا الرحله اللي انا مريت بيها لحد ما وصلت للشقه ديت برضو قولوا لي، علشان يعني انا كنت باخد فيديوز للشقق اللي انا بشوفها، ممكن اقول لكم برضو انا ازاي وصلت للشقق ديت، وايه يعني انا اتعلمت من المرحله ديت انه في حاجات لازم اخلي بالي منها ولازم اتشيك عليها، علشان دي برضو ممكن تبقى مشكله. لان انا تجاربي اللي كانت قبل كده كانت في جيجو، ما كانتش في سول، فسول مختلفه كتير عن جيجو. يعني لو حابين تعرفوا اكتر قولوا لي عشان الفيديو ما يطولش قوي بس قولوا لي برضو ايه رايكم في الشقه، ولو عندكم اي اقتراحات ان ايه اللي ممكن يتعمل علشان اخلي الموضوع احسن شويه، من ناحيه ان انا استخدم المساحه الصغيره ديت. بس فقولوا لي رايكم، وشكرا عشان اتفرجتوا على الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في مره تانية. باي.